واول حد يعلن ترشحه في هذه المسابقه البيض، واللي ما كانش ليه فرصه يعلن ترشحه في انتخابات التيك توك لانه اجمل منهم كلهم طبعا، مندو موهبه. دماغك شغاله مش بتنام. أجمل شاب في مصر. اخواتي وحبايب قلبي، طبعا مش محتاجه ان انا اعرفكم بنفسي. انا مندو وبرشح نفسي لانتخابات اجمل شاب في مصر تحت اشراف مروان جريتش. طبعا مش محتاج اقول على نفسي ان انا اجمل شاب في مصر، لان انا فعلا يا جماعه اجمل شاب في مصر. واضح ان مندو يستحق اللقب ده مش لانه جميل، لا، عشان ثقته في جماله الزايد من كتر البنات اللي لقم عليهم واللي ماتوا بسبب جماله. يا لهوي على جماله. وطبعا واضح من بصة البنت قبل ما تموت ان مندو جميل جدا. وتاني حد يعلن ترشحه بالحاصل على اللقب السنة اللي فاتت، معتزلة. صباح الفل. انا معتز بعلن ترشحي لانتخابات اجمل شاب في مصر باستثناء اي حد. كده كده بتاعتنا تحت اشراف مروان جريتش، وهتبقى دمار بس للركب. انتظرونا. ومع احترامي لجمال مندو، بس اللقب ده لمعتزل لان التيك توك صنفه كاجمل شاب في مصر، مش مستاهله يعني. عندي سؤال لمروان جليتش ملك التيك توك، انت تحدد الفايز ازاي؟ بالنسبه لانتخابات التيك توك كنا بالتصويت وكل واحد جمهور والاكتر يكسب. انما بالنسبه لمسابقه اجمل شاب في مصر دي هنعملها ازاي يعني؟ هنجيب احمد عز واسر ياسين يختاروا الاجمل منهم وهو ده اللي هيبقى فايز. ولحد هنا نكون خلصنا الحلقه دي. شاركونا رايكم في مسابقه اجمل شاب في مصر، ولو انت اتبضنت زيي اعمل فولو لايك، ولو ما اتبضنتش اعمل لايك. اعمل لايك يا اسطى، اعمل لايك.